اهلا بيكم متابعينا. احنا بتوع الملخصات. تخيلوا معايا بلد كلها اتقفلت بسبب فيروس خطير بيدمر الناس، بس وسط كل الكوارث دي اتولد امل صغير، وهو طفلة صغيرة عندها المصل في دمها، وامها بتحارب الدنيا كلها عشان تنقذها. تحبوا تعرفوا القصة كاملة؟ استنوا لحد اخر الفيديو وهحكي لكم تفاصيل اكتر عن الفيلم الرهيب ده. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تنورونا وتنضموا لعيلتنا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. بيبدأ فيلمنا بناس مسافرين في حاوية بشكل غير قانوني، وفي واحد منهم مريض وشكله مش مظبوط، ولما بتوصل الحاوية بيفتحوها وبيلاقوا كل اللي فيها ميتين بشكل بشع ومش طبيعي، وفي واحد لسه ما ماتش فبينقذوه وبينقلوه للمستشفى. والسواق بينزل يجيب حاجة وبيرجع يلاقي أخوه تعبان قوي، والولد المصاب هرب وما بيلحقهوش. وفي الناحية التانية بنلاقي فرق الإنقاذ بتنقذ عربية فيها ست متعلقة في مبنى تحت الإنشاء، والمنقذ بيقدر يخرجها والشرطة بتاخد أقوالها. وبعدها جي المنقذ بيطمنها وبتقوله إن اسمها سونج، وبتقفل معاه في الكلام، وهو بيحكي لصاحبه الموقف ده وبيقوله ان هو اتحرج قوي، وصاحبه بيقوله خلاص يا عم كبر دماغك وانساها. بس جي بيقوله انها هترجع عشان تديله الجاكيت بتاعه اللي لبسته وهو بينقذها، وفعلا بترجع له بس عشان عايزاه يجيب لها الشنطه من عربيتها اللي وقعت، فبيقول لها انا منقذ مش دليفري، فبتتعصب عليه وبتمشي. وبعدها بنلاقي السواق المصاب في الصيدليه وعمال يكح في وش اي حد قدامه، ده ناقص يكح في وش انا شخصيا، ومبروك الفيروس ملك جو. وبتكون سونج في اجتماع مع باقي الدكاتره، وبتقول للرئيس بتاعها ان البحث كان في عربيتها وعملت حادثه بيها، فبيهزقها وبيمشي. وبيكون جي حب يعمل حركه جدعانه ونزل لعربيه سونج عشان يجيب لها شنطتها، وبيلاقي بطاقتها وبيعرف انها دكتوره، وبيكون موبايلها بيرن وبنتها بتتصل، فبيرد عليها وبياخد العنوان وبيروح لها عشان يديها الشنطه. والعسولة دي بيكون اسمها لي، وبتاخد كارت جي وبتمشي. وفي الوقت ده بيكون الفيروس بينتشر بسرعة البرق في كل مكان وبين كل الناس. وفي بيت سونج بتجيلها بنتها لي وبتفاجئها بشنطتها اللي جواها فلاشة البحث، وسونج بتطير من الفرحة وبتقول لها جبتيها ازاي يا عفريت انتي، فبتقول لها ان اللي جابها لها المنقذ جي. وفي الوقت ده المستشفى بتكلم سونج وبتقول لها في حالة حرجة ولازم تيجي، وبتروح للحالة اللي شكلها غريب جدا وبتقول لهم دي انفلونزا الطيور. وبيشوفوا فيديو في تليفون المصاب للجثث اللي في الحاوية، وبيسأل اخوه بس بينفعل عليهم لانه هم اخوه بس. وبتكون ليه بتتمشى عند البيت وبتبقى هتخبطها عربية، فالمصاب الهربان بينقذها وبيقول لها ابعدي عني انا عيان، فبتقول له مش مشكلة خد اكل وكل، وبيعرفها ان اسمه كونج، وبتقول له انها هتجيب له منقذ، وفعلا بتجيب له جي بس بيكون كونج هرب خلاص. وبتكون سونج في المستشفى وبتشوف صور الجثث اللي في الحاوية، وبتعرف انه فيروس قتلهم كلهم، وبتلاقي حالة داخلة الطوارئ بنفس الاعراض دي كلها، وبيروحوا يفحصوا الحاوية بس سونج بتشوف اثار رجلين في الارض، وبتعرف ان في مصاب عايش وهرب، وبيحرقوا الحاوية كلها. ووزارة الصحة بتجتمع وبيقولوا ان الفيروس ده هينتشر بسرعة كبيرة جدا وانه خطير وهيدمر البلد، وبينصحهم الدكتور باعلان العزل عن البلد، بس بيستهزئوا بكلامه. وسونج بتيجي وبتوريهم صور الحاوية وبتعرفهم ان في شخص مصاب بين الناس دلوقتي، وفعلا بتلاقي كل الناس في الشوارع بتقع مرة واحدة والبلد بتتدمر فعلا، والمستشفيات كلها مليانة حالات طارئة بنفس الفيروس. وبيكون جي عازم ليه على برجر وبيقول لها عايز رقم امك سونج عشان تيجي تاخدك، بس هي مش بترضى، وبيسألها ابوها فين، فبتقول له مطلق ماما ومسافر. فبيروح جي يجيب لها حاجة تشربها وبيرجع يلاقيها نامت، وبيشيلها على كتفه وبيمشي في المول، وبيلاقي ست مغمى عليها على سلم الكهرباء، فبينزل ليه وبيروح يلحق الست، وبتصحى ليه وتقوم تدور عليه، وبيرجع جي ما بيلاقيهاش، وبيكلم سونج من موبايل ليه وبيقول لها انها تاهت، وبتروح له على طول، وبيبصوا في كاميرات المول عشان يعرفوا راحت فين. وبيكون في الوقت ده الدكاترة عاملين اجتماع وبيبلغهم رئيسهم ان الحكومة قفلت البلد ومحدش هيدخل ولا هيخرج منها، وانهم هياخدوا الدكاترة في دولة تانية. بس سونج مش بترضى تسافر معاهم وبتقرر تدور على بنتها، وبتقابل جي وبتقوله يلبس حاجة على وشه عشان كل اللي حواليه بيكونوا مصابين، وجي بيقدر يلاقي ليه وبيرجعها لسونج وبيخرجوا من المول. وبتكلم سونج الدكاترة وبتقول لهم انها هتسافر معاهم هي وبنتها وجي، بس جي بيرفض وبيقول لها انا منقذ ما اقدرش اسيب الناس واهرب. وبتمشي سونج وجي بيساعد الناس مع فريقه وبيخرجهم كلهم من المول. وفي المطار بيلاقوا ليه بتكح، فبيقولوا لسونج ان الطفلة دي مش هتسافر عشان جايز تكون مصابة، فبتقول لهم لا ده برد عادي، لكن برضه مش بيرضوا يسفروها. وقوات الدعم بتقفل البلد وبتاخد المواطنين وتقسمهم وبتعزل المصابين عن الباقي جوه خيام. ولما سونج بتتأكد من إصابة بنتها بتقول لها اوعي تكحي، وبتعدي بيها من غير ما يكتشفوها. وجي بيوصل لهم
بس سونج بتقوله مالكش دعوة بيا وبتسيبه وبتمشي. وبتلاقي بنتها الفيروس بدأ يبان أكتر عليها، وبتكون القوات بتعامل الناس وحش جدا. وبيجي رئيس القوات وبيكون عارف جي وبيقول له هيعملوا له تحليل، ولو ما طلعش مصاب هيكون ضمن قوات الإنقاذ والدعم. وبيقعدوه في خيمة جنب سونج وبنتها، وصديقه بيقول له إن كل المصابين لازم يموتوا عشان يوقفوا الفيروس ده. وجي بيبعت للي اندومي وبيعرف إنها مصابة، وسونج بتترجاه ما يقولش إنها مصابة عشان ما يموتوهاش. فبيقول لها ان كده ممكن تعديها وتعدي الباقيين. فبتقول له كده كده مفيش اي مصل مضاد للفيروس، خربانه يعني. وتاني يوم بيشوفوا كونج في المخيم وبيقول لهم ان هو المصاب اللي هرب من الحاويه، ومش بيكونوا عارفين ازاي ما ماتش لحد دلوقتي. وبتعرف سونج الخبر وبتدي ليه الجي وبتوصيه عليها وبيديها لسيركي عشان تقدر تكلمهم. وبتروح تشوف كونج وبتعرف ان عنده اجسام مضاده وممكن مع الوقت تعالج الفيروس. وبتروح سونج لبنتها والقوات بتقول الكود بتاع لي وانها مصابة ولازم تتعزل، بس جي بيبدل الكود معاها وبيقول لهم ان هو اللي عيان وبياخدوه عشان يتعزل. وفي الوقت ده بتكون الحكومة قررت تسفر كل الناس اللي مش مصابة، بس وزير الصحة بيقول لهم يستنوا شوية يمكن حد مصاب ومش ظاهر عليه. وبيكونوا بيعملوا فحوصات لجي وبيبان ان هو سليم. وسونج بتاخد ليه وبتروح لكونج المستشفى وبتطمنه انها عايزه بس دم منه لان بنتها مصابه وحالتها حرجه، وهو بيعرف ليه وبيتبرع لها بدمه. بس القوات بتيجي قبل ما تحقنه لبنتها وبيدوها ابره مخدره وبينقلوا ليه للمخيم المصابين. وبيشوفهم جي وبيروح وراهم وبيلاقيهم بيجمعوا المصابين وبيموتوهم وبيرموهم في حفره وبيحرقوا جثثهم. وسونج بتعرف في المستشفى ان المصل اللي خدوه من كونج نجح، فبتقول لهم فين بنتي طيب عشان تتعالج، فبيقولوا لها في المخيم. وبيكون جي بيدور على ليه في حفرة الجثث وبيلاقيها لما بيشوف تليفونها منور وبيقدر ينقذها. وبيكون في ست كبيرة رايحة العزل وبيشوفها ابنها اللي شغال مع القوات وبيهددهم لو اخدوها هيموتهم. وبيقول بأعلى صوت المصابين مش بتتعالج وبتتحرق صاحية. وطبعا الناس بتعترض وبتنتشر الفوضى في المكان بعد ما شافوا جثث الناس وهي بتتحرق وهم صاحيين، والكل بيضرب في بعضه. وبتحاول سونج تكلم ليه على اللاسلكي بس مش بتلحق وزمايلها بياخدوها ويهربوا. وبتلاقيهم مهربين كونج وبينزل يجيب لها اللاسلكي بتاعها، بس بيقابلهم سواق الحاوية وبيطعنوا في بطنه والقوات بتقتله. وجي مش بيلحق سونج وعربيتها بتمشي وبيموت كونج من الطعنة. وسونج بتقول لرئيسها ان بنتها عندها نفس الاجسام المضاده بتاعت كونج ولو جبتها هيقدروا يعملوا المصل. والحكومه بتبلغ القوات يقتلوا اي شخص مصاب بالرصاص، وفعلا بيموتوا المصابين في الشوارع وجي بيحاول يهرب. والحكومه بتعرف ان بنت سونج عندها العلاج وبتوصل سونج للمخيم، بس القوات ما بترضاش تدخلها. وبيكلمها وزير الصحة وبيقول لها هل فعلا تقدري تعملي العلاج؟ فبتقول له ايوه، وان بنتها دمها فيه اجسام مضادة من كونج. بس لما بتروح المخيم برضه مش بيرضوا يدخلوها، وليه بتكون لوحدها وبياخدها رئيس القوات عشان ياخد منها دم لنفسه. وبيجي ظابط وبيهدده وبيوصل جي وبيخرج ليه وبيضرب الرئيس وبتجري ليه على امها في مشهد مؤثر جدا. والقوات بتضرب عليهم نار وسونج بتتصاب، وليه بتفضل تتحايل على القوات ان هم ما يقتلوش امها وانها ملهاش غيرها. والحكومة بتقول لهم يوقفوا الضرب، بس في مسؤول كبير بيبلغهم ان هم يضربوا البلد بصواريخ عشان يحصل ابادة للناس والفيروس. بس جي بيوجه الكاميرا على ليه عشان يشوفوا انها خفت خلاص، لكن بيكونوا خلاص هيبدأوا ضرب الصواريخ وبيطلقوها فعلا هي والطيارات الحربية. لكن رئيس الوزراء بيهددهم وبيبلغ كل السكان انهم ما يخافوش وان محدش هيقدر يموتهم، وبيبلغهم انهم هيبدأوا العلاج فورا. وبتيجي المساعدات الطبية وبيساعدوا الناس. وسونج بتشكر جي جدا وبيقول لها اخيرا يا شيخة قلت لي كلمة عدلة، وبياخدوا ليه عشان العلاج. وفعلا بيطلع عندها الاجسام المضادة وبتبدأ البلد ترجع لطبيعتها والعلاج بيتسلم لكل الناس. وبعدها جي وسونج بيتجوزوا وبيعيشوا في سعادة. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديدنا. سلام.